عانى الكرد من ظلم وتهميش السلطات السورية إلى حد بعيد، ومع اندلاع الأزمة في سوريا توفرت الحرية نوعا ما في المنطقة الكردية، وأصبح بمقدور الناس ممارسة أنشطتهم على كافة الأصعدة ومنها الثقافية. أحمد أبو شيفان رجل في السبعين من عمره، هو أحد سكان مدينة ديريك أقصى شمال شرق سوريا. لديه إلمام بجمع الأدوات التراثية وإحياء الفلكلور الكردي في معرض صغير داخل منزله. يكي هيفا سسيا. افتتحت معرضي هذا في آذار عام 2014، واخترت شهر آذار نظرا للمناسبات القومية الكردية والمصاب التي حلت بالشعب الكردي خلال أيام هذا الشهر على مدى عصور. يتواجد في المتحف كما يحلو لأبو شيفان تسميته أغراض وأدوات عمل منها كانت تستخدم لما قبل 300 سنة، وذلك بمساعدة من أهالي بلدته ممن يمدونه أحيانا بالأدوات التي تصل عددها لأكثر من 600 قطعة تراثية. لجمع هذه الأدوات أهمية بالغة للجيل الجديد، فهي تعرفهم كيف كان أجدادهم يقضون حياتهم، وهذه الأدوات تدل على مدى صعوبة العيش في الماضي. هذه الأداة التي تسمى بالجرجرة وكانت تستخدم لأعمال الفلاحة والزراعة، وعمل عليها أبو شيفان نفسه لأكثر من 13 عاما. إذا ما ذكرت أدوات الفلاحة فإنها تبلغ نحو 35 قطعة، جميعها كانت تستخدم عوضا عن الجرار والحصادة في الوقت الحالي، وأنا عملت عليها في صغري. كما ويتواجد في المتحف أدوات لأشغال وأعمال النساء كالنقش على الأقمشة ونسج السجاد وطحن القمح وخض اللبن بواسطة هذا الجلد لإنتاج العيران والزبدة والسمن. يتم سلخ جلد الماعز بشكل كامل دون أن يثقب، ويتواجد فيه فتحة واحدة لإدخال اللبن والماء فيه، وتعمل 2 من النساء على خفق هذا اللبن لساعات ريثما ينتج الزبدة والعيران. وكانت عملية الخفق هذه تترافق بأغاني خاصة بها ترددها النساء بالتناوب حتى تنتهي العملية. يأمل الرجل السبعيني في الحصول على مكان أوسع لعرض هذه الأدوات، فقد اضطر لعرض بعض منها في دكانه لتصليح الأحذية وسط سوق المدينة، ويقول بأن الجهات المسؤولة لا تولي أي اهتمام بعمله هذا، لكنه مصر على الاستمرار في عمله دون أي تمويل أو مساعدة من هذه الجهات. أريد جمع كافة التراث الكردي هنا، وأنوي في جعل منزلي متحفا ومقرا لإقامة المناسبات القومية الكردية. هدفي أن أبين للعالم مدى عراقة وأصالة أهل ديريك وكرم الضيافة والأخلاق لديهم، وبأن ديريك غنية بتراثها وفلكلورها. يريد أحمد أبو شيفان أن يظهر دائما بملابسه الفلكلورية، ويأمل في بناء قسم للزي الفلكلوري في معرضه، إلا أن وضعه المادي لا يسعف تمنياته، ويقول: وصيتي لأولادي أن يستمروا فيما بدأته، فمن واجبنا أن نحمي تراثنا من الضياع. نبار إسماعيل، NRT عربية، مدينة ديريك، شمال شرق سوريا.